السلام عليكم فراولاته. بسم الله والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم ابي رب العالمين، امين يا رب. النهارده فيديو جديد، هنروح المقابر ان شاء الله باذن الله. احنا عمالين بنتفق قبل ما ننزل، مفيش واحده فينا هتعيط. دي لازقه عشان محدش يقول لي ايه دي لازقه محطوطه هنا، ف عمالين كلنا عمالين محدش هيعيط. مش كل مره هنروح ننكد على بابا ونرجع، فان شاء الله مش هنعيط. بس حطينا عبينا الحاجات في شنط. اسراء اهي بتصبح عليكم. صباح الفل. نعمه بتصبح عليكم. ومنى صباحي يا منى. الله اكبر. السلام عليكم. لسه ما صليتش بس ماما معرفش فين، ودلوقتي هننزل بقى. ومعانا في ناس جايه معانا برضو عايزين يروحوا يزوروا بابا اسلام اللي هو دايما بحكي لكم عنه، اللي هو قدامنا، فجاي هو ومراته تقريبا. فيلا بينا بقى ننزل ايه الحاجه. طبعا في حاجات طلعناها اللي هي هتتوزع هنا، طلعناها سيبناها هنا، ودي الحاجات اللي احنا هناخدها معانا. ويلا وفي شنط بره للحيفه ماشي. بس فهنتوكل بقى على الله، وهمشي على اللوكيشن ان شاء الله، وربنا يستر الطريق كده ان شاء الله يكون سهل وربنا ييسر لنا. خلاص يا بنات احنا وصلنا المقابر بتاعت بابا. انا هفتح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول مره اجيله لوحدي يعني بالعربيه، ان انا اجيله بالعربيه يكون سعيد. عايزين يا جدعان نحط حته قماشه، حته ماشي الثلاجه عليها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بابا حبيبي. آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. على روح مين القراءة؟ حاج حسن. اللهم إنا وهبنا يا ربنا ثواب ما قرأناه وبركة نور ما تلوناه من القرآن الكريم، هدية واصلة منا إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين الكرام، ولأموات المسلمين كافة عامة وخاصة لمن كانت على نيته القراءة. المرحوم الحاج حسني أنت يا رب أعلم به وباسمه، وأنت غني عنا أن نسميه إليك. اللهم اغفر له يا ربنا وارحمه. اللهم عافه يا مولانا واعف عنه. اللهم من جنتك يا رب لا تحرمه. اللهم اجعله فرحا مسرورا بزيارة أهله وأحبابه على قبره اليوم يا رب العالمين. تقبل منهم أفعال الخير على روحه يا أكرم الأكرمين. يا رب اجعل صدقات أهله اليوم في ميزان حسناته، ورفعة يا رب في درجاته، وتكفيرا يا رب عن سيئاته. يا رب اجعل هذا اليوم الكريم المبارك يوم الجمعة عيدا له في قبره يا رب العالمين، واجعل
صبح ليلته الجنة. أسكنه يا رب الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. يا رب كن له بعد الأحباب حبيبا، ولدعاء من دعا له سامعا ومجيبا. واجعل له يا رب من جنتك ودار كرامتك حظا ونصيبا. والحمد لله رب العالمين، له منا جميعا فضل وأجر وثواب. الفاتحة. صدق الله العظيم. اسلام روحي صلي واحنا واقفين لوحدينا خالص. جنبنا 20 هي دي بتاعتنا. طبعا احنا طلعنا هفة ولا اي نداش وكلنا عيطنا، وده غصب عننا مع ان احنا اتفقنا، بس الحمد لله قدر ولطف يعني، غصب عن الواحد برضه. حاليا صلاة الظهر، احنا واقفين بقى هنا عربيتي وعربية اسلام ومستنيين اسلام يخلص الصلاة ويجي ويمشي ان شاء الله. وعرفتها لوحدي على فكرة، عرفت الجبانة لوحدي. خلاص جينا من بدري جدا. احنا دلوقتي تقريبا الساعة 3 الفجر، فاحنا جينا من بدري، جينا الساعة 3 العصر او 2:30 العصر. كان اول مرة ان انا اروح له بعربيتي، يعني ان انا اول مرة اروح له. حسيت ان انا رايحة بيتي، يعني اللي هو ربنا يسرها، مش عارفة ازاي. الطريق كان جميل. طبعا عايزة اقول لكم اني روحنا لقينا كل الدنيا متغيرة هناك، كل حاجة متغيرة، كل حاجة بمعنى كلمة كل حاجة اتغيرت. حاجات اتشالت وحاجات مباني اتهدت ومباني طلعت وحاجات كده كتير. ف رحنا ووصلنا بطريقة ميسرة غريبة. طبعا زي ما انتم ما شفتوا دخلنا كلنا مبتسمين، وكنا متفقين ان احنا محدش فينا هيعيط، ودخلنا كلنا مبتسمين. نعمة فتحت هي ومنى، وانا كنت واقفه وراهم بصور، وداخلين بنضحك وبابا حبيبي، وكأننا كأننا داخلين، يعني هو قاعد جوه، فاهمين؟ فبابا حبيبي عامل ايه. بتيجي بقى الصدمه بعد بابا حبيبي بقى، اللي هو داخله مبتسمه قوي، بعد كده بتاخد الصدمه اللي هو مش موجود. ايه ده؟ هو فين؟ مش موجود هنا. ف عيطنا، ما اللي هو ما يعني خلاص يعني. هو ربنا يرحمه والله، واحنا راضيين بقضاء الله وكل حاجة، ومش عايزة انكد عليكم، بس انا والله انا دمعتي ما بتنشفش عليه خالص. مش عارفة، حاولت ان انا اتجاوز وانا راضية كل اللي حواليا يعني مفكر ان انا مش راضية. انا راضية وقدر الله، بس غصب عني. انت بتدوري على حد هو مش موجود. اول راجل قلبك يحبه واخر راجل ما لقيتش في حنانه، ما لقيتش في حبه، ما لقيتش في دلعه. كنت بتدلع على حسه بطريقه مش طبيعيه. انا لما بشوف في الكومنتات منكم الاقي حد يقول لي ايه يا زيزي انت بتقعدي تقولي انت كنتي اقرب حد لابوكي، انت مش عارف ايه. على فكره الكلام ده هيزعل اخواتك، اخواتي عارفين. هو كان بيقول لهم انا بحبكم كلكم حبايب قلبي، بس زيزي ليها مكانه كده بتخطف قلبي، بتاخد. ابويا كان بيحس بيا انا باكل ولا ما باكلش. يعني تخيلين، يعني في موقف انا عمري في حياتي ما هنساه. قاعدين بياكلوا، وكانت الفتره دي من ضمن الفترات اللي الله يسهله ما كانش بياكلني.
كنت يعني جوعي بكتمه في النوم، كنت بنام، كنت حامل فؤاد. فماما عامله اكل بقى، هو قعد واخواتي كلهم متجمعين، وانا ممنوع ان انا اروح ازور ابويا، ممنوع. فبياكل واخواتي كلهم متجمعين، اسراء ونعمه ومنى وماما وعيال منى اختي. فحط الاكل في بقه وقاعدين بياكلوا، فجاه راح طلع الاكل من بقه وراح حطه على الصينيه. فماما اتخضت تقول له ايه ده، في ايه؟ الاكل مالح ولا ايه؟ لا اكل ايه مالح، انا باكل، ده محشي وده فراخ محشيه وده حمام وده 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 وده، وانا مش عارف بنتي صدعت ولا ما صدعتش النهارده. قلت له لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ماما كانت بتقعد تأدي يا عمي امال مش هتاكل، مش لا هات الموبايل، كلمني لاني نايمه. انتي ما قلت له انا تعبانه، قال لي تعبانه عندك اكل في تلاجتك عمرانه، الفريزر بتاعك عمران. قلت له سكت اه يا بابا في. قال لي وانا معاه التليفون. قال لها اعملي ثواني اكل لبنتك وبعديها، وخلى اختي تقوم من على الاكل وتجيب لي الاكل، وبقى معايا التليفون كلي، بيقول له اختي افضلي قاعده قدامها لحد ما تاكل. وفضلت قاعده قدامي لحد ما اكلت. ف حاجات كتير. لما بروح عند الجزار مثلا واختار خروف عشان اذبحه واطلعه صدقه على روحه، وافرق اللحمه بتاعته، واقول للجزار يا عم فلان ده انا هطلعه وقطعه لي كذا وعايزه كذا ومش عارف ايه، عشان انا هطلعه لله. يبص لي كده ويقول لي يا بنتي انا نفسي بعد ما اموت الاقي عيل من عيالي بيعمل اللي انت بتعمليه ده. يا بنتي يا بخت ابوكي بيكي، يا بنتي ده ابوكي من اهل الجنه على اللي انت بتعمليه ده. ما اروح للفكهاني واقول له انا عايزه عشان هطلعه على بابا رحمه ونور، يقول لي انت جدعه قوي يا بخت ابوكي بيكي. واقعد ابص لهم كده اللي هو انا عملت ايه؟ هو انا بعمل ايه؟ هو مش محتاج للي انا بعمله اصلا، هو مش محتاجه، بس انا ببقى بعمل كده. والله العظيم انتوا ما تعلموا اللي جوايا، بس انا بعمل كده على اساس ان انا راح اديله هديه. يعني انا بيجي عيد ميلاد ابويا ده، يعني مش عارفه يعني كنت بروح واجري وببقى فرحانه. ناس كتير منكم بيشوفوا قدامهم، بيجي قدامهم في المقترحات الفيديو بتاع الخزنه. الفيديو ده بيوجع قلبي لأبعد مما تتخيلوا، وكأن الدعوات اللي هو كان بدايها خلاص، يعني اللي هو بيقول لي الفيديو ده يبقى ذكرى، هو بيقول لي ربنا يجعل اللي في ايدك كتير يا زينب، والفيديو ده يبقى ذكرى متمسحوش. هو عمال بيدعيلي حتى في الفيديو بتاع اختي، بتقول له طب ادعي لنا احنا بقى. راح دعالنا ورجع دعالي تاني، قالت انتي بتوعدي وبتوفي، وقعد يدعيلي فعلا بقى ذكرى، يعني ذكرى توجع القلب. طبعا ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه. قعدنا طبعا ندعيله، دخل تقريبا حوالي 3 شيوخ او 4 شيوخ قرأوا قرآن وقعدوا يدعوا له. وقعدنا شويه كتير لان احنا ما كانش معانا حد غريب او ما كناش مستعجلين عشان حد يمشي او كده، لا احنا قعدنا. احنا رحنا قبل صلاه الجمعه، وصلنا قبل صلاه الجمعه وفضلنا قاعدين لحد ما صلاه الجمعه خلصت، وفضلنا قاعدين. ومنى اختي انا كنتش قادره اتكلم، فمنى اختي قعدت تقول لي كلميه هو سامعك، كلميه هو قدامك، هو شايفك، هو واقف قدامك انت مش شايفاه. قعدت تقول له يا بابا هنا بنتي بقت في 2 اعدادي
معرفش وصابر ايه، وقعدت تكلموا عنها وقعدت تقول يا بابا زيزي بسم الله ما شاء الله عليها جابت عربية حلوة وقناتها بقت $500,000 وناجحة. قعدت اكلمه واقول له ما تخافش عليا انا كويسة، بس انا تعبانة من الدنيا تعبتني، كل الناس خذلتني. حتى اقول له ما تقلقش انا جدعة، انا واقفة على حيلي برضاك عليا. وقعدت اقول له انا الحمد لله بخير، وعهدي كبرت. منى قالت له عهدي بقت سكرة خالص يا بابا ودمها خفيف قوي. قلت له وعد بتترحم عليك دايما، الناس كلها بتترحم عليك. قعدت احكي له على كل حاجة قلت له الناس كلها بتحبك، الناس كلها بتترحم عليك، الناس كلها فاكراك، ما عندش نسيك. قعدنا نترحم طبعا عليه ونسلم على اللي جنبه نايمين جنبه. صعب 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 صعب، مهما هقول لكم مهما اوصف لكم بجد صعب. نيجي بقى اللي فيه ناس بتقعد تقول يا زيزي حرام زيارة القبور مش عارف ايه. قبل كده اتصلت بالازهر الشريف عشان بس احسم الجدال في الموضوع ده، وقلت لهم هل يعني زيارة القبور فيها حرمانية ان احنا نروح نزور والدي؟ قال مش حرام، بس الاهم في شروط. ايه الشروط؟ قال ما نروحش في الاعياد، يعني ما يجيش اول يوم العيد نروح رايحين، ما يجيش معرفش مولد النبي نروح رايحين. قال حرام. ده الحرمانية، ان انتي ما ترفعيش شعائر الله بالعيد كده، وان انتي العيد ده حاجة جميلة عند ربنا وانتي عايزة تروحي في القبور. فطبعا ربنا مش حابب ده، علشان طبعا احنا ما بنروح نزور فقيد لينا هنعيط، فحرام تنكدي على نفسك، وده مش مستحب. فده اللي قالهولي شيوخ الازهر، قال لي ان احنا ما نروحش، ده من اول الشروط ان احنا ما نروحش في اعياد. تاني حاجة ان احنا ما نروحش ويبقى فيه نواح. طبعا في بعض الناس يعني اعوذ بالله تروح وترمي التراب على دماغها وتلطم وتقطع هدومها وتخرب الدنيا وصوات ونويح وحش 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 يعني. فده من الحرمانية. قال العياط والبكاء لا خوف عليه، يعني ما فيش ولا الميت اصلا ليه علاقه بيه. العياط ده عياط فراق، دموع بدون صويت بدون نواح، ما فيهاش اي حاجه، ده دموع فراق مش اكتر يعني. دي من الشروط يعني. فاحنا سائلين احنا مش هنعمل حاجه لا تضر ابويا ولا تضرنا احنا كمان. فاحنا بنروح زياره نقرا الفاتحه، نتعظ، نتكلم معاه. اللي في القبور بيبقوا عايزين ان احنا نزورهم، ده بس عشان نبقى فاهمين برضو. ده الشيوخ قالها لي ان القبور بيبقوا محتاجين ان احنا نروح نونسهم، نروح نتكلم معاهم، نروح ندعي لهم. بخلاف بقى ان طبعا احنا بنوزع بقى هناك وكده. طبعا الحمد لله رب العالمين وزعنا كل حاجه، الفلوس وزعت كل حاجه، الرحمه والنور، وماما وزعت كمان بطاطين ووزعت وكان في لحاف، وهم كانوا لحاف وبطانيتين الحقيقه. وقعدنا اتكلمنا معاه الحمد لله. طبعا ماما اول واحده كانت متفقه ان محدش فينا هيعيط، عيطت على عياطنا، وبقيت قاعده عامل ايه يا عم الحاج حسني، يا رب يكون بخير، وحشتني يا حبيبي، واحنا بخير. وطبعا عيطنا غصب عننا يعني. ما انت بتكلمي بني ادم يعني هو مش بيرد عليك، فهي دي الغزه اللي انت بتاخديها في قلبك يعني. ربنا يصبرنا، ومش عايزه انكد عليكم والله، حقك عليا بس ده غصب عني. يمكن انا برتاح شويه، وطمنتوا عليا، طمنتوا على بناتي، وقلت له انا عارفه انك راضي عني وربنا بيكرمني بسبب دعواتك ورضاك عني، وربنا يصبرني.
ويصبر قلوبنا جميعا ويرحم موتانا وموتاكم. وده كان يوم النهارده. انبسطت بصراحه، مش يعني بخلاف كل العياط ده، بس والله العظيم انا انبسطت قوي. كان معانا طبعا اسلام، عايزه اقول له يا اسلام انت ونعم الجار ونعم الاخ. وفعلا ابويا يعني حبه ليك كان في محله بأمانة الله، وانت من الشخصيات الجدعة. اسلام يعني هو عنده مغسلة عربيات، اللي هو دايما بقوله ايه يظبط لي عربيتي، يروق على عربيتي، مش عارف ايه. عنده مغسلة عربيات قدام بيت ابويا، وبيغسلوا سجاد ومش عارف ايه، والعمال بتاعه يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يوسع عليه يا رب. فهو ومراته كانوا بيحبوا بابا قوي 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 قوي، وابويا كان بيعتبره ابنه، يعني بيحبوا بعض جدا. فاول مره كان يجي يزور بابا، هو كان كل سنه يقول انا عايزه اجي ازور عم حسني، عايزه اجي. فجه المره دي بقى لما انا كنت مبيته العربيه تحت، فرحت له طلع اسلام خلي حد يروق على العربيه كده، دي مسحه بس حلوه من بره، عشان انا ايه مبيته هنا ورايحين بكره المقابر، فراح انت تزور عم حسني. فقلت له اه، فقال لي تمام. فلقيته بعت لي بقى، كانت الساعه مش عارفه 12 2، قال لي يا زيزي انا جاي معاكم عشان انا ومراتي يعني عايزين نزوره كده. قلت له ماشي بابا تعالى. فجي هو بعربيته بقى، وماما واسراء ركبوا معاهم، وانا ومنى ونعمه كانوا معايا، وقسمنا الشنط بقى، شنط معانا وشنط معاهم، ورحنا زورنا وقعدنا شويه حلوين. وبعد كده خدنا بعضينا وروحنا. بس فده كان اليوم يعني، والحمد لله رب العالمين، ربنا يجعله في ميزان حسناته ان شاء الله. واللهم اجعل الارض سلاما عليك يا ابويا يا رب العالمين، ويرحمك برحمته ويغفر لك، احنا مش ناسيينك. وعايزه اقول لكم ان انا حلمت بيه قبل ما اروح بيوم، قبل ما اروح ازوره بيوم جالي، وربنا يرحمه. بس واتمنى ان انتوا تذكروا في دعوه حلوه ترحموا عليه. شكرا ان انتوا اتفرجتوا معايا على الفيديو. السلام عليكم.